أصوات الاحتجاج على ما سماه البعض فضيحة تطبيع فني مع إسرائيل. أصوات دعت إلى مساءلة فنانين تونسيين شاركوا في حفل قيل إنه نظم في إيلات لفائدة إسرائيليين من أصل تونسي، يظهر فيه أحد الفنانين هاتفا بحياة بنيامين نتنياهو، وهو ما اعتبره مناهضو التطبيع انقلابا على الموقف التاريخي لتونس من القضية الفلسطينية وتنكرا لمعاناة الفلسطينيين. هذه المقاطع التي نشرت على الفيسبوك أوقدت غضب كثير من التونسيين. تسجيل يظهر فنانا تونسيا يغني في حضرة جمهور من نوع خاص ويهتف بينهم بحياة بنيامين نتنياهو. يحيى بيبي نتنياهو زاد أنكر يحيى بيبي يحيى بيبي يحيى بيبي يحيى بيبي. تسجيل ثان يظهر آخر يتغنى بالمدفونة في كنيس الغريبة، مزار عريق في جزيرة جربة يقصده زوار يهود من كل أصقاع العالم. يا ساكنة في وسط جنان ومقامك في جربة البيان، الكل جاي يزور مقامك يا غريبة ما تخلي في مقاطع مختلفة تظهر وجوه فنية تونسية معروفة بدورها لدى الجمهور التونسي، وفي غياب معلومات دقيقة عن التسجيلات باختلافها، قالت جريدة الصباح اليومية التونسية في مقال مقتضب حول الموضوع إن الهتاف بحياة نتنياهو حدث في حفل خاص أقامه إسرائيليون من أصل تونسي بالضبط في إيلات جنوب إسرائيل. على صفحات الفيسبوك انتشرت التسجيلات انتشار النار في الهشيم، وسرعان ما تكونت مجموعات منادية بسحب الجنسية من الشريف ومن معه فيما يعتبرونه جريمة لا تغتفر، لأنها تتضارب جذريا من وجهة نظرهم مع التزام تونس المعلن رسميا وشعبيا بالقضية الفلسطينية. ضجة ترددت أصداؤها في اتحاد الشغل وغيره من المنظمات الأهلية لتعيد إلى الواجهة جدل التطبيع تونسيا مع إسرائيل، ففي ظل نفي رسمي لأي علاقات خفية مع تل أبيب توقف المناهضون للتطبيع عند محطات أثارت حفيظتهم، لعل أهمها فتح مكتب تجاري إسرائيلي في تونس سنة 96 في مرحلة شهدت فيها وعود السلام ازدهارا ملحوظا، ثم بسبب طائرة إسرائيلية حطت ولأول مرة على الأراضي التونسية يستقلها سيلفان شالوم الذي قدم إلى بلاد الزيتونة ليس فقط ممثلا لشارون في القمة العالمية للمعلومات، وإنما كذلك ليجول بين اليهود التونسيين ويزور مرقد الغريبة الذي هاجمته فيما بعد القاعدة بشاحنة مفخخة في حزيران سنة 2002. شارون الذي وإن لم يأتي إلى تونس في تلك القمة فقد ذهب إليه العضو اليهودي التونسي في مجلس المستشارين جوزيف بسميوت يعوده في مستشفى هداسة بعد دخوله في غيبوبة عميقة. ما خفي قد يكون أعظم، استنتاج ذهب إليه كثير ممن تساءلوا عن السياق الذي نظم فيه الحفل، وهل هو سابقة في بابها وسط تأكيد قديم جديد على التفريق بين الصهيونية واليهودية. ففي تونس عاشت طائفة يهودية منذ التاريخ القديم أنجبت عددا من مناهضي الصهيونية وأنصار الحقوق الفلسطينية مثل جورج عدة والمحامية جيزيل حليمي، يهود ناهضوا الصهيونية ورفضوا كل أشكال التطبيع مع دولتها. وينضم إلينا من تونس أحمد الكحلاوي رئيس الهيئة التونسية لدعم المقاومة في العراق وفلسطين. سيد نحناوي، هذا الفنان هل كان يسبح مع تيار التطبيع في تونس أم أنه كان سكرانا مخمورا غائبا عن الوعي مثلا؟ والله الحقيقة أن هذا الفنان هو حالة شاذة ومعزولة تتطلب طبعا الإدانة، وقد تمت إدانته والمطالبة بمحاسبته، لكننا شعب تونس العربي الأصيل منحازون إعلاما ومنظمات وأحزاب منحازون إلى فلسطين. نحن نهتف بحياة فلسطين، ونحن نغني للمقاومة العربية في فلسطين وفي العراق وفي الأقطار العربية
ضد الصهيونيه وضد الهجمه الامريكيه الصهيونيه. طيب سيد كحلاوي، انت تقول نحن ادنا هذا الفنان، هل تكفي مجرد الادانه، خاصه وانه ربط بين رئيس دوله عربيه مثل تونس زين العابدين بن علي، ربطه برئيس وزراء دولة عدو تحتل أراضي عربية؟ ألا يجب ملاحقته قانونيا ووضعه في السجن؟ طبعا نحن قمنا بإدانته ونطالب بمحاسبته وبشطبه يعني عرضه أمام القضاء حتى ينال جزاء جريمته. ونحن نرفض ربطه لأي تونسي مع كيان عدو يقتل أهلنا في فلسطين. نحن شعب ندافع عن المقاومة، ونعتبر أن المقاومة هي الخلاص، هي طريق الحرية لفلسطين وطريق الوحدة للأمة العربية. نحن أدمنا هذا الفنان والفريق الذي صاحبه. هذا الفريق كان معه، كانوا 3 من الفنانين يا سيد أحمد. يعني الغريب أنه لم يتبادر إلى ذهن أي واحد منهم قادة فلسطينيين مثل محمود عباس، خالد مشعل، إسماعيل هنية، الدكتور الزهار، وقادة فلسطينيين رحلوا. لماذا فقط استقصد بنيامين نتنياهو ووضعه مقابل رئيس دولة تونس؟ يعني هذا كلام كبير، أليس كذلك؟ هو طبعا جرم كبير، وكما قلت في بداية كلامي نحن نغني لفلسطين ولا نتوقف عن الهتاف بحياة فلسطين والمقاومة، وقدمنا شهداء، وشهداؤنا سواء كان في 48 أو في العقود الأخيرة على مواقفنا الوطنية هذه والقومية. لقد شيعنا منذ سنة عدد كبير من الشهداء التونسيين الذين سقطوا دفاعا عن فلسطين. نحن نستنكر هذه الفعل الشنيعة وهذا الجرم، وإن شعبنا يرفض ما قام به هذه الفئة الضالة، وندينها ونؤكد على أننا سنستمر. يا سيدي، صوتك هذا يمثل صوت المجتمع المدني في تونس، ولكن أين الموقف الرسمي في تونس من هذا الرجل الذي ربط رئيس دولة مثل زين العابدين، وهذا شخصية ليست بسيطة، ربطها برئيس وزراء دولة عدو؟ يعني لم يصدر أي موقف رسمي من الحكومة التونسية حتى اللحظة. لماذا برأيك؟ نعم، هذه كبيرة من الكبائر ندينها ونرفضها ونطالب بمحاسبة مرتكبيها، ونرفض ربط أي تونسي مهما كان موقعه، ربطه بأي صهيوني عدو لتونس وعدو للأمة العربية. أشكرك أحمد الكحلاوي، مناهض التطبيع في تونس. شكرا لك. نظمت جمعيات أهلية